في كلمات في القرآن مش بتوصف الحدث، لكن بتكشف حجمه الحقيقي. ومن أقوى الكلمات دي إدا. لقد جئتم شيئا إدا. الكلمة قصيرة لكن معناها تقيل جدا ومرعب جدا. في اللغة إدا تعني أمرا عظيما جدا منكرا شديد القبح يفوق الحد المعتاد. مش مجرد خطأ ولا مجرد ذنب ولا مجرد حتى كبيرة، لكن شيء مفزع جدا في حجمه. والقرآن ما استخدمش الكلمة دي عشوائيا. الآية جت في سياق الكلام عن قول خطير جدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وهنا الرد ما كانش عادي. لقد جئتم شيئا إدا. يعني انتم لما تقولوا مجرد قول خاطئ، انتم جئتم بشيء بيهز النظام الكوني والعقائدي كله. وده واضح في الآيات اللي بعدها مباشرة. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. يعني الكلمة مش بس بتوصف الفعل، لكن بتربطه بتأثير كوني كامل ومرعب. ومن هنا نفهم دقة اختيار إدا. لو قال خطأ باطل كبير كان هيوصل المعنى، لكن إدا بتنقل إحساس بأن هذا الشيء لا يمكن يحتمل ولا يمكن يتصور ولا يمكن يتقبل أصلا. من الناحية اللغوية الكلمة نادرة جدا ومش مستخدمة في كلامنا اليوم، وده جزء كبير جدا من قوتها وخصوصيتها. لأن الألفاظ النادرة في القرآن غالبا بتيجي في اللحظات اللي المعنى فيها محتاج قوة استثنائية للتعبير عن المعنى. الدم مش مجرد وصف، دي حكم على الفعل إنه تجاوز كل الحدود. ولو ركزنا أكتر هنلاقي إن الكلمة الجاية نكرة. شيئا إدا، يعني مش بس شيء عظيم، لكن شيء عظيم لدرجة إنه غير محدد أصلا. كأن اللغة نفسها مش قادرة تحصره ولا توصفه. وهنا يظهر جمال اللغة العربية. كلمة واحدة تنقل حجم الفعل وبشاعته وأثره ورفضه الكامل والمطلق في نفس اللحظة. إدا مش كلمة بتتقال كتير، لكن لما بتتقال بتبقى نهاية النقاش. ودي مش نهاية الحكاية، دي كلمة واحدة بس من لغة كاملة. القرآن بالعربية، التراث بالمصري، والعروبة بالدم. دمت يا أقصى لنا يا وصية الرسول، وعد ربي قندنا والظلام لن يطول. دمت يا أقصى لنا يا وصية الرسول، وعد ربي قندنا والظلام لن يطول.